مساء الورد. احمد السيد يحييكم. هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده بتاريخ يوم الجمعة 29 نوفمبر عن نقطتين في غاية الأهمية. أول نقطة بخصوص انتقال كابتن محمد صلاح أو رحيله عن فريق ليفربول. يمكن احنا شفنا الماتش اللي فات، كابتن محمد صلاح أهدر ركلة جزاء، ومن النادر ان كابتن محمد صلاح يهدر ركلة جزاء. شفناه في ماتش الكونغو في تصفيات كاس العالم المؤهلة لروسيا. دخل ما شاء الله في الدقيقة 95 في الوقت بدل الضايع، وقدر يحط الكورة بمنتهى الثبات الانفعالي ما شاء الله. فانا نزلت بوست على الفيسبوك واتكلمت فيه عن اهدار ركلة الجزاء بيكون ناتج عن تفكير مستمر بيؤدي لفقدان التركيز، فبيأثر على اللاعب. وانا اتكلمت في التفكير بشكل عام في الحياة اليومية للإنسان العادي، أي إنسان أيا كانت مهنته. التفكير الزائد بيأثر على حياته اليومية وأدائه، سواء في عمله أو مع أسرته أو في حياته الشخصية أو مع نفسه. هو تلاقيه مضطرب شوية أو عصبي بدون أي مبررات. أنا أتمنى إن شاء الله كابتن محمد صلاح لو في ضغوط زادت الفترة اللي جاية يلعب في أي نادي عربي أو أي دوري أوروبي. ده عشان كلنا احنا لما كابتن محمد صلاح يكون في فورمته ده بيخدم، مش عايزين بيخدم مصلحة منتخبنا الوطني المصري، ومش عايزين يأثر على أدائه مع المنتخب. بكرة إن شاء الله في ماتشات في دوري نايل، الدوري المصري الممتاز. ماتشات في غاية القوة، أهمها ماتش نادي الاتحاد السكندري ونادي طلائع الجيش الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله. حبيت أركز بس على في الفيديو ده على نقطتين. النقطة الأولى الخاصة بكابتن محمد صلاح، لأن احنا بنحب كابتن محمد صلاح وفخر العرب وفخر مصر، نتمنى ليه كل التوفيق فيما هو قادم في مسيرته الكروية. هنزل لكم فيديو تاني بإذن الله عن الاستثمار العقاري أو الاستثمار الآمن، الاستثمار النقدي الآمن. هنتكلم فيه شوية اقتصاد إن شاء الله، ولكن أنا حبيت أركز في الفيديو ده على انتقال كابتن محمد صلاح لأحد الأندية العربية أو الأوروبية. أنا أرشح هيجيله عروض من الدوري على رأسها الدوري السعودي زي ما اتكلمت في فيديو سابق، وأتوقع إنه ممكن يجيله عروض من الدوري الأسباني زي ما قلت في فيديو سابق. لو انتقل كابتن محمد صلاح للدوري الأسباني ولعب لأحد قطبي الكرة الأسبانية، سواء ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو فالنسيا، أو راح الدوري الإيطالي لعب للإنتر، لعب لروما، لعب للميلان إي سي ميلان، هتكون صفقة الموسم. انتظروني إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير، إن شاء الله نتكلم فيها ونغطي فيها كل المباريات بإذن الله المحلية والدولية. شكرا.